كثيرا ما يطرح مشكل نقص القابلات في المستشفيات الجزائرية، لكن قليل ما يسلط الضوء عن أطفال حديثي الولادة بعاهات مستديمة يعانون على إثرها من مشاكل حركية وشلل في أحد الأطراف قد يصاحبهم مدى الحياة، والسبب قابلات يقمن بعملية الولادة تحت الضغط، كحال هذه الطفلة التي تعاني منذ شهور. عندها بلكسوس زيادة سلول هيدها لا دروات ومزيادة. رحنا في لا ريديكاسيون، هي زعما راها بارابور الاخرين راها غاية، بصح كاين اللي مساكين مازال ديجا نديرو ان سيونس في لا سيمين، بصح بزاف اللي مازال يديروا كل يوم نهار بنهار. هذه عندها 12 عام، هذه 7 سنين هو في السونتر تاع بيروانو، بس ما عندها كا بروبليم في الكويس في رجليه، في ركبته من روليك شغل ما عرفتش بعج ولا ما يتمشاش آلاز وما يقعدش آلاز. وعلى اختلاف الحالات ودرجات الضرر الناتج عن سوء التكفل بالحوامل ومواليدهن، نقص المختصين في التأهيل الحركي والفيزيائي لعلاج المواليد المعطوبين قد يرهن عملية شفائهم كهذا القسم بمستشفى تلمسان. بصح واسم هو كي تخرج لا برومو اسكو غادي كيجيو يلقاو الماتيريال ولا يقعدوا غير كيفي، باسكو انا ماشي نورمالمون اون سال وحدي، نورمالمون تكون لا سال مليحه كبيره فيها ماتيريال فيها هادي، بصح مازال ما كانش. الوغ كاني نخدم بشي اللي كاين. لا كوز ليتيولوجي تاع هاد لا مالادي او بيان هاد لي ديفورماسيون اورثوبيديك سي جينيرالمون دي بوزيسيون انترا اوتيرين كي يكون في كرش ماح. لا فريكونس زادت يبراو ابارتير 2 ans وهو يتبع لا ريديوكاسيون جوسكا 5 ans. ابارتير دو 5 ans الفوق سي لا شيروجي اللي تكفل به، ماشي حنا اللي نتكفلوا به. أكثر من 700 امرأة حامل تتوفى سنويا في الجزائر، والأسباب عديدة، لا مبالاة وضعف في التجهيزات أثناء وضع الحمل، وإهمال لدى كثير من القابلات قد يسبب إعاقة حركية لآلاف المولودين الجدد، ومتابعات قضائية في حق المشرفات على التوليد، مما يتطلب مراجعة جذرية لأقسام التوليد في الجزائر مستقبلا.